الحمد لله رب العالمين. الواحد السنه دي ربنا كرمه بالدور الاول، والحمد لله برضو ربنا شاف قد ايه انا تعبت في الدور، وشاف قد ايه انا ذاكرت جدا. ففي النهايه ربنا بيكافئني بالجائزه النهارده وبالتكريم ده، وانا مبسوط ان انا بتكرم وسط نجوم كبار زي كل النجوم الموجودين في حفله دير جاست النهارده. عاوز اقول بقى للناس والناس الستات اللي تقعد تقول لك الراجل الحنين رزق، لا ده انت فعلا بقى اللي رزق، ده انت ده بيدور على مراته. قال لك انا ايوه يعني عشان ايوه اسيبها لوحدها واقف اسجل. انا بتضايق لما بسيبها لوحدها، خصوصا لما بنبقى في مكان عام. لا ما هي بتتكسف تسجل، بس انا ما بحبش اسيبها لوحدها. يعني طول ما انا وهي متواجدين في مكان، هي بالنسبه لي بتبقى اولى يعني. احنا حاولنا ننقل لها، انت كنت قلقان عليها قد ايه وهي على بعد خطوات؟ والله ما كنت شايفها، انا لسه شايفها دلوقتي. انا عمال ابص يا مراتي فين يا مراتي فين، بقلق عليها. ما بحبهاش تبقى واقفه لوحدها بصراحه. مش عاوزين حد يكراش على رزق يا جماعه، هو بيحب مراته وبس وخلاص. بعد الحركه يا وتمام، بعد الحركه دي يبقوا كلهم يحبوك. ده طلع حنين ورومانسي. الحمد لله مش قوي يعني. عندنا ايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله عندي مسلسل حياه وموت، انتاج سبكي، الانتاج الفني استاذ احمد السبكي، وبطوله النجمه الجميله حنان مطوع، وتاليف استاذ احمد عبد الفتاح، واخراج استاذ هاني حمدي. طيب قول لي بقى، يعني اعتقد النهضه السعوديه اللي بتشهدها السعوديه دي الفتره دي نهضه ممتازه جدا ومميزه جدا، وبتفيد ممثلين كمان مصريين وسعوديين وفي كل الدول. اكيد طبعا. بص، اي حاجه مع الصناعه انا معاها، اي حاجه هتفيد الصناعه، صناعه السينما، صناعه الدراما، انا في ظهرها. انا اكره ليه ان يجي لي حد يساعدني ان انا اعمل انتاج ضخم، ان انا لو هعمل فيلم بامكانيات قد كده فيقول لي لا خد امكانيات قد كده واعمل عمل يعيش اكتر وعمل مبهر اكتر. اكيد طبعا انا مع الصناعه السعوديه ومتدخله بشكل قوي جدا في الصناعه المصريه، ومش في مصر بس على فكره. احنا احيانا في ناس عندنا يقول لك هم مركزين مع الصناعه المصريه ليه؟ انتوا لو ركزت مع اللي بيحصل في موسم الترفيه، الموضوع مش مصري فقط لا غير، موضوع مصري وسعودي وعراقي ولبناني وكويتي وشغال على كل الدول العربية، ومفيد للجميع. وخد بالك الفن هو بيجمع الناس عموما. فكرة ان احنا نبقى عنصريين، فكرة اشمعنى ده واشمعنى ده مش لطيف. طول عمرنا بنتجمع، ما طول عمرنا مصر كانت مرحبة بكل الفنانين. طول عمرنا مصر دي اللي طالع منها فريد الأطرش، وفريد الأطرش مش مصري، بس صباح دي مش مصرية، مع عبد السلام النابلسي ده مش مصري. هنقعد نعد بقى اي حد كان عايز يشتري ما كان بيجي مصر يا جماعه. ايه الجديد؟ مصر هتفضل مصر، والفن المصري هيفضل فن مصري، سواء اشتركنا مع الفن مع الصناعه في السعوديه او ما اشتركناش. الفن المصري قائم والفن المصري عايش، فما حدش يخاف قوي على الفن المصري.